السلام عليكم. طبعا كلنا عارفين حاجة اسمها كيد العوالم وعارفين ممكن يعمل ايه في الرجالة. طب انت بقى عمرك سمعت عن حاجة اسمها كيد النواشز؟ او اللي كيد النواشز ده بقى اللي هو ممكن يقهرك ويخليك يعني تموت حرفيا من كتر القهرة والظلم اللي انت شايفها. وكيد النواشز هو اللي قدامك في الصورة دي. الأستاذة أو الهانم دي هي وابنها كانوا ايه، طلبت يعني من جوزها ان هي تاخد تصريح سفر علشان تسافر تشتغل بره. فالبي قال لها ايه، او يعني جوزها يعني قال لها سيب الواد ماشي، انا اربيه واصرف عليه واعمل كل حاجه، وبعدين ترفع عليها قواضي اتنازلي عنها ماشي. فالهانم راحت بطريقه تانية، ايه، طريقه ملتويه كده، راحت ايه، عملت تصريح سفر للواد وخدته معاها. ما اكتفيتش بقى ان هي ايه خدت الواد وسافرت، لا، طلع له في فيديو تشتمه وتهينه وتهين امه، بل كمان تخلي الولد كمان يشتم الراجل او يشتم الزوج ويشتم جده وسته كمان زي ما هتشوف في الفيديو. حابة أوجه رسالة لطليقي اللي أنا بعت لك قلت لك أنا عايزة إذن سفر لابني. قلت لي إيه؟ مش هعمل لك إذن سفر إلا لما تتنزلي لي عن الأوادي وعن الولد. حابة أقول لك أهو من داخل المطار دلوقتي احنا مسافرين يلا. ودي أسعى من خيرك يركبه أنت وأبوك. عمور حبيب قلب ماما، بحب توجه إيه لباباك ولجدك كبابوك. وطالما محدش بيحط في جبنة يبقى نعمل ايه اللي يعجبنا. واد تفاح يا ولاد. زي ما انت شفت في الفيديو كده كمية من الانحطاط والقذارة طالعة من الست وكمان طالعة من الولد. وانا بس عايز اقول لها ان الولد ده لما يكبر هيدوقك من نفس الكاس. اوعى تفكري ان هو عشان بيشتم ابوه او بيشتم سته او جده ان انت لما الواد ده يكبر مش هيشتمك، لا، ده ممكن يشتمك وممكن يضربك. والله اعلم ممكن توصل الامور معاكم انتوا الاتنين لحد فين. حاجة تانية ان الراجل يعني ايه نزل بوست يعني اتكلم فيه، قال لك يا جماعة دي مراتي او كانت مراتي يعني، وانا كنت بصرف واللي كانت بتطلبه بيروح وبيجي ومش عارفه ايه والدنيا، وكانت الدنيا ماشيه عادي خالص. فهي حاولت تسافر، كانت عايزه تسافر وهي على ذمتي. ليه يا بنتي عايزه تسافري؟ ما انا مكفيكي، اصل انا عايزه احقق ذاتي. وطبعا كلام النسويات اللي ملوش 30 لازمه، وانا عايزه اعمل نفسي. حقق ذاتك ايه باسلوبك ده؟ يعني هتشتغلي ايه؟ معلش يعني انا مش عايز طبعا نهينها، لان ايه، كان ليها في يوم من الايام زوج وفي نفس الوقت عندها عيل ماشي. بس تحقيق ذات ايه اللي هتعمليه يعني بمنظرك ده؟ هتسافري تعملي ايه هناك؟ ماشي. طبعا انتشرت صور معرفش صحيحه ولا لا، ان الولد متصور مع حد يعني خليجي ومعاه ايفون ومش عارفه ايه، والناس طبعا بدات تقول ايه، هو ده المستقبل وهو ده السفر، اصل هي مسافره تعمل كذا وتسوي كذا. انا مش هاخد في عرضها او مش هننزل للايه للمستوى المنحط بتاعها. ولكن حتى هي لما طلعت تبرر عن الفيديو اللي نزل، طلعت تقول لك ده ما كانش بيصرف وما كانش بيعمل. والواد تقول له يا ابني قول ابوك عمل ايه، يقول لها اصل انا طلبت منه عجله ولا ما اعرفش ايه ما جابهاليش، ورحت اقول له عايز 10 جنيه، فبيقول لي هتعمل بيها ايه. فتقريبا هي دي المصيبه وهي دي الكارثه، ان الراجل ما جابش الواد عجله، او ان هو كان بيقول ايه، بيقول له هتعمل ايه بال10 جنيه. ازاي يعني انت اب تسال ابنك هتعمل ايه بال10 جنيه؟ انت ازاي؟ انت مجنون تديله 10 جنيه والشبشب فوق نافوخك، والا تبقى انت اب عاق ماشي. هي دي نموذج الستات، او هي دي نموذج مش الستات، النسويات اللي بيطفحوا علينا كل شويه، ودول اللي عايزين يصدرهم لنا. هم دي الستات اللي بتحقق ذاتها، هي دي الستات اللي شغاله مع الراجل ند بالند ماشي، وتقول لك انا ما اعملش اكل وما اعملش شرب وانا مش شغاله خدامه في البيت. ولكن لو هي شغاله موظفه ممكن تنزل من الفجر وتصحى قبليها تقعد تحط ميك اب وتحط احمر واخضر وازرق على دماغها عشان ايه، تعجب الموظفين، تعجب يعني الشغلانه وتبقى كويسه في الشغلانه، وممكن كمان تعجب مديرها في الشغل. تمام. فيقتنع بيها ويقول لك لا دي لونة وحلوه فخليها شغاله معانا وموضوعها تمام التمام. فاحنا يا جماعه عايزين نحذر من الاشكال دي، نحذر شبابنا ونحذر رجالتنا من الاشكال دي. قبل ما تتجوز دور على البيئه اللي انت هتتجوز منها، دور على الست اللي انت هتتجوزها،
دور على اهل الست او البنت اللي انت هتتجوزها، عشان بعد كده ما يطلع لناش النماذج اللي احنا شايفينها دي من امهات بتعلم عيالها القذاره وقله الادب، وبتخليهم يهينوا ابهاتهم اللي هم جايين من صلبهم. ماشي. وبرضه يعني لو في ستات برضه زعلانه هيقول لك في رجاله ومش في رجاله، برضه نفس الايه النصيحه. انت كست دوري على الزوج الصالح اللي يصونك ويصون العيش والملح. تمام.